اي نوع سيمون موجود عنا، اكيد السيمون اللي انتم بتفضلوه. انا عندي سيمون السبع حبوب. اي نوع جبنة كريمية انتم بتفضلوها بدنا ندهنهم. اكيد بدنا ندهن الطبقتين. اي نوع خاص بدي احط. جبنة اشقوين. هلا بدي احط المرتديلا بحطها بس على الطبقة السفلية. مرتديلا حبش، سراج، اكيد هيدا اختياري. كبيس الخيار كمان اختياري، بنعمله شرحات رقيقة. الطبقة اللي حطينا عليها بس جبنة، هلا بدنا نطبقها على رفيقتها. حطيت قطعة كلينج فيلم تكون كبيرة، حطيت عليها ساندويش بدي لفها، بس لفها بدي اضغط عليها شوي. بسكرها من الطرفين. بنحطها بالبراد حوالي ساعتين قبل الأكل، وإذا عملناهن من الليل لتاني يوم أو الصبح بياكلوهن الولاد من عشية بتكون كتير كتير طيبة، والحشوة ما بتعود بتهرهر لما بدنا ناكلها، بتصير قطعة واحدة. هيك بتكون قبل ما نلفها بالكلينج فيلم، هيك بتصير لما بنلفها بالكلينج فيلم. شفتوا الفرق؟ أكيد هيك بهالطريقة وقت ما نلفها ونحطها بالبراد بيكون في رياحة بالأكل أكتر. تقدروا كمان تحضروها بالسيمون الأبيض العادي. في عنا خيارات: سيمون الأبيض العادي، سيمون أسمر أو سيمون سبع حبوب، وفي عنا السيمون اللي بيكون محشي بالزيتون. السيمونة بعد ما نحطها بالبراد شوفوا كيف ما بتعود بتبين الحشوة، لأن احنا ضغطناها ولفيناها. هلا حفرجيكم كيف بتكون سهلة كتير بالأكل. هلا أكيد نحن بس بدنا ناكلها بننزل كلينج فيلم وناكل بهالطريقة، بس أنا حقص لكم إياها بالسكين لفرجيكم الحشوة بقلبها. شوفوا كيف الحشوة بتصير بقلبها كأنها قطعة واحدة، كأنها محشية هي من الأساس بقلب السيمونة. دي اللي حشيناها بالجبنة وبالخس، هيدي اللي كنا حاشينها باللبنة.